المصري معروف بجبروته، وعلشان كده أوليفر الأمريكاني كان لسه بيشتكي إنه مشغول، بيقول إن ما عندوش وقت يهرش في شعره، وقال I have been running around with my head cut off. مين هو أوليفر بقى وإزاي قدر يعبر بالعامية المصرية بس بالإنجليزي، ويجيب كمان التعبير والوصف اللي إحنا بنقوله وبالظبط. في يوم من الأيام أوليفر الأمريكاني قابل سعدية المصرية في واحد من أهم الإيفنتس في تبادل اللغات اللي كانت بتحضره سعدية في أمريكا وهي بتاخد منحة الماجستير. أوليفر كان عايز يتعلم عربي ومش فاهم أي حاجة من الترجمة الفصحى ولا عارف أي حاجة في أي حاجة، وسعدية كمان بتحاول تتعلم إنجليزي، بس كل ما بتتكلم مع حد أمريكي ما بتعرفش تتفاهم معاه لأنهم بيتكلموا بالعامية الأمريكية وهي مش فاهمة فين how are you وفين I'm fine thank you ويعني إيه what's up ويعني إيه been keeping my nose clean. ايه الكلام الغريب اللي انا عمالة اسمعه؟ انتوا كويسين يا جماعة؟ انا مش عارفة هقضي السنين دي ازاي. دي كمان ما كانتش تعرف ان في حاجه اسمها سلانج وفالجر وانفورمال كمان في المحادثات، فنفذت حلول الارض وقررت سعديا ان هي تروح الايفنت وقابلت اوليفر هناك اللي بعد ما تعرفوا وعدها ان هو هيعلمها امريكي بالعاميه مقابل ان هي تعلمه مصري بالعاميه، وطبعا سالها السؤال المعروف من اي واحد اجنبي بيقابل مصري: هو المصريين فعلا بيركبوا جمال في الصحراء؟ منها لله السيما اللي بوظت دماغكم. لا طبعا احنا بنركب اوبر زيكم، لما تيجي مصر هتشوفوا مصر عاملة ازاي. وطبعا مش هقول لكم تطور الاحداث بعد كده هيبقى عامل ازاي، صح هيحبوا بعض. وبعد الماجستير هيقرر أوليفر يعيش في مصر علشان سعدية شربت من نيلها وجربت تغني لها فقررت تستقر في مصر، وأوليفر قرر إنه يستقر معاها علشان شايف إن سعدية مفيش زيها، Sadia is one of a kind. What a character. يعني شخصية. ومن هنا هتبدأ مواقف أوليفر اللذيذة في مصر اللي منها هيتعلم العامية المصرية وهيترجمها هو لسعدية بالإنجليزي ويعلمها إزاي تقول الكلام ده في أمريكا وتعبر زي ما بتفكر بالظبط علشان الكلام بالإنجليزي يكون أسهل عليها وتبدأ تتكلم من غير مجهود، وعلشان لما بتتفرج على فيلم أو انترفيو تفهم ليه مش بيتكلموا بالعبارات اللي معروفة بالنسبة لها. في الحلقات اللي جاية هقول لكم على مواقف أكتر ما بين أوليفر وسعدية وهتشوفوا إيه اللي هيحصل معاهم، تعرفوا لها بحبه إزاي، كانوا بيتخانقوا إزاي، وهقول لكم على كل مواقفهم اليومية في كل مكان وبالترجمة العامية الإنجليزية.